السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحة. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله الحواوشي الاسكندراني بالعجينة بتاعته. هنعرف اسرار العجينة وهنعرف مكونات العجينة وسر التتبيلة بتاعة اللحمة النهارده، وازاي تضاعفي الكمية ويبقى معاكي اقتصادي جدا جدا. معانا هنا كيلو دقيق، هنزل عليه بمعلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح، وهنزل بكوباية زبادي او معلقتين زبادي. هقلب المكونات كويس مع بعض، وبعد كده معايا هنا ربع فنجان زيت بما يعادل 3 معالق كبار. هنزل على الخليط بتاعي وهقلب. بعد كده معايا ميه دافيه للعجن، هنزل بكوبايه مبدئي كده في الاول وهقلب، وبعد كده لو احتجت هزود الميه تدريجي واحده واحده علشان العجينه متبقاش طريه قوي معايا. تمام، هنقلب بقى كده وهنبدا نعجن كويس جدا جدا. ومعايا هنا نص كوباية مية، ضفت عليها معلقة خميرة فورية كبيرة وسبتها لما خمرت بالشكل اللي معايا ده كده. حابة تحطي معلقة الخميرة في العجينة مفيش أي مشكلة خالص. وهنعجن بقى كويس جدا. في المرحلة دي لازم تخدمي العجينة كويس جدا، كل ما هتعجني العجينة أحسن وتديها حقها في العجن هيديكي العيش بتاعك في منتهى الروعة. بجد العيش كان طالع تحفة. بنقلب كده كويس مع بعض لحد ما يبقى معايا العجينة بالشكل اللي معايا ده كده، طرية خالص وفيها تلزيقة شوية صغيرين كده، متبقاش ملزقة قوي، تبقى تلزيقة بسيطة كده. هيبقى معاكي العجينة حلوة قوي وهتتخدم معاكي وتبقى زي الفل. بعد كده اغطيها كده واحطها في مكان دافي لحد ما تخمر. بعد كده هنعمل الحشو بتاعة الحواوشي. تقدري تعملي فراخ او لحمة او اي حاجة انت حباها. النهاردة هنعملها لحمة. كلنا طبعا بنحب الحواوشي اللحمه الاسكندراني، بيبقى حامي شويه كده. فهنعمل ايه بقى؟ هنجيب معانا هنا الخلطه بتاعتنا عباره عن كيلو لحمه مفرومه تكون ملبسه، ومعايا هنا 4 معالق او 3 معالق ليا. لو موجوده عندك، مش موجوده ضيفي دهن، مفيش اي مشكله خالص. ومقابل الكيلو اللحمه هيبقى فيه كيلو بصل، وهتضيفي 3 قرون فلفل اخضر و3 قرون فلفل احمر، وهتضربي ده كله في الكبه مع بعض. هنضرب الخضار مع بعض و3 فصوص توم، وبعد كده هنضيفهم بالشكل ده كده على اللحمة، وهنبدأ ننزل بالبهارات. البهارات معايا عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة بابريكا وشطة لو انت حابة، ومعلقة كبيرة من خلطة الحواوشي احنا عملناها قبل كده. فلو عندك خلطة الحواوشي هتضيفي معلقة كبيرة او معلقتين على الكيلو اللحمة. وهسيبلك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بجد كانت ممتازة، احلى من اللي بتشتري او زيها بالظبط، مش هتفرق كتير خالص عن البواكي اللي انت بتشتريها. وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هتفرق معاكي جدا جدا في الخلطة بتاعتك. وهضيف معلقتين دقيق. معلقتين الدقيق بيمتص اي سوائل موجودة معاكي في الخلطة بتاعت الحواوشي، بيخلي اللحمة بتاعتك متكشش كده وبيبقى زي الفل. هنعجنها كويس جدا جدا وهنعملها كور ونشوف باقي الخطوات. كده العيش بتاعنا او العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت هنبدأ نكورها كده قطع متساوية بالشكل اللي معانا ده كده، وهنبدأ نخبزها صغير. وهنجيب كده كورة من العجينة ونبدأ نحطها جوه العيش بتاعنا ده او القرصة اللي احنا خبزناها. وبعد كده هنقفل العيش بتاعنا كويس جدا جدا وهنخبزه تاني واحدة واحدة. بكمل بنفس الطريقة باقي الكمية اللي معايا، وبعد كده هنبدأ نفرد العيش واحدة واحدة كده ونخبز كل قرصة لوحدها. هنبدأ نفرده بالراحة كده واحنا بنخبز. نخلي بالنا من المنطقة بتاعة النص، ما نضغطش عليها قوي علشان العيش بتاعنا ما يتخرمش معانا ويبقى مظبوط معانا. بعد كده همسك كده العيش بشوكة واخرمه. انا عايزة اخرمه لو انا مش عايزاه يقب. تمام، وبعد كده هنروح للتسوية. هنعمل بقى بنفس الطريقة باقي الكمية، وهنسوي بقى. لو حابة تسويه في الفرن هتجيبي صينية وتدهنيها زيت وتضيفي فيها العيش بتاعك وهتحطيه على درجة حرارة عالية، يعني تحمي الفرن وبعدين تحطيه على درجة حرارة عالية على الأرضية الفرن. هنيجي بقى النهاردة انا هسويه من غير الفرن على الطاسة، بجد بيبقى حلو جدا جدا. بنبدأ كده نحط شوية زيت وندهن الطاسة بتاعتنا او الجريل. هعمله معاكم بنفس الطريقة بالاتنين. وبعد كده على نار متوسطة ببدأ احط العيش بتاعنا او رغيف الحواوشي بتاعنا. واهم حاجة ان احنا بنغطي العيش بتاعنا. التغطية دي مهمة جدا جدا، بتوزع درجة الحرارة، بتسويلك العيش وبيطلع معاكي منفوخ.
بيكون له طعم كده ومورق كده، بيبقى بجد حلو جدا جدا. بعد كده ما بيحمر من تحت ببدأ اقلبه بالشكل اللي معانا ده كده واغطيه، وكل شوية اقلب 5 دقايق 5 دقايق لحد ما يستوى معايا. بجد التسوية حلوة قوي، هتاكلي احلى رغيف حواوشي عمرك من تاني من بره ما هتشتريه. وبنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الطاسة او القلاية هبدأ اضيف برضو على الجريل كده بنفس الطريقة، بدهن مادة دهنية وبعد كده بحط العيش بتاعي او رغيف الحواوشي بتاعي واغطي، وكل شوية ابص عليه كده واقلبه على الجنب التاني. اول ما بيتحمر هو 5 دقايق هنا 5 دقايق هنا وبتلاقيه استوى معاكي، وهتاكلي احلى حواوشي باذن الله. بجد كان طعمه حلو جدا، كل اللي اكل منه عجبه جدا جدا. جربي مش هتندمي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة لأول مرة تشوفها، وتعليق جميل منكم، واكتبولي من اي بلد بتشاهدوني. بالشكل اللي معانا كده هنكمل تسوية العيش بتاعنا او الحواوشي بتاعنا النهارده. زي ما احنا شايفين كده بيبدأ ياخد اللون الاحمر معانا او اللون الذهبي خفيف كده، وببدأ اقلبه على الوش التاني واغطيه. ما بياخدش معاكي حوالي 10 دقايق، 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا. شايفين العيش غني عن التعريف، بيتكلم من نفسه. اللي شايفين اللي هو قابب كده ومورق وزي الفل، شايفين شكله طري جدا. العجينة كانت حلوة قوي قوي، والعيش كان جميل جدا مورق وحاجة نظيفة ومضمونة، وما خدش مننا اي حاجة. كل الموضوع كيلو دقيق، وكيلو اللحمة ده بتيجي توزنيه هتلاقي 2 كيلو بإذن الله. بتضاعفي كميته واقتصادية وموفرة، وهيعمل لك كمية كبيرة جدا، والطعم بجد في منتهى الجمال، احسن 100 مرة من اللي بنشتريه من بره. جربيه مش هتندمي ان شاء الله، وهتعمليه على طول. اولادك هيطلبوا منك دايما حاجة نظيفة وجميلة ومضمونة، وانت عاملاها في بيتك، وما خدتش معانا وقت خالص، وبدون تكلفة نهائي. وصفة اقتصادية جدا جدا. وده كان شكل النهائي بتاع الحواوشي بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.